السلام عليكم. اليوم غادي نصايبو عجينه ديال ليطا. عندنا هنايا 260 غرام ديال الدقيق، حيدنا منه 4 ديال المعالق كبار وعوضناهم بالنشا، حيتاش كنخدمو هنايا بالكيك ديال الحلويات. اللي ما عندوش غيدير هاد الطريقه. وعندنا هنايا 40 غرام ديال الدقيق، هنا عندنا 90 غرام ديال السكر كلاصي، هنا عندنا 50 غرام ديال اللوز بودر، عندنا هنايا 160 غرام ديال الزبده، عندنا هنايا البيض، جوج بيضات، كان كل بيضه فيها 42 غرام، حنا غنحتاجو غير 60 غرام. واللي بقى غادي ندهنو به من بعد لاطاط فاش غطيب. عندنا هنايا معلقه صغيره ديال الملح فيها 2 غرام. وغنبداو غنديرو اول حاجه غنديرو هاد النواشف كاملين، هنا المقادير مضوبلين، فاللي بغى يستعمل كميه ديال الطارطه تكون كبيره غادي يدير غير نصف ديال المقادير وصافي. درنا الزبده دابا ونديرو الملحه، دابا خلطنا الزبده. دابا غنديرو البيض شويه بشويه، كما كتشوفوا العجينه صافي. دابا غير غنجمعوها بحال هكا ونديروها ترتاح في الفريغو ساعه ونبداو نخدموا بها. صافي دابا جمعناها هنا ونديروها ترتاح في الثلاجه لمده ديال ساعه. صافي اللي جينا درناها في السلوفان، شكلنا على هذا الشكل.
اللي غادي يخدم بها ديك الساعه غيديرها في الفريكو لمده ديال ساعه ويجي يخدم بها. انا ما غنستعملهاش دابا حتى مورا 4 سوايع 5 سوايع، غنديرها غير في الثلاجه منين نبغي غير غنجبدها نخدم بها. من بعد ما خلينا العجينه ارتاحت، احنا دابا هنايا غنديروها في المول ديالها. هنايا كتاخدي اي حاجه عندك العبار ديالها يكون صغر من الدوره ديال المول. هنا عندنا هاد الدلاك هو اللي صغر من الدوره ديالها، كنوركو كيعطينا هاد الشكل. الا باقي خصها تكاد كنكملها بيديا، وغنكملوا على هاد الحاله ونديروها طيب ونشعلوا الفران قبل ما ندخلوها. هنايا طابوا لينا، باقي خصهم غير يزيدوا يتحمروا شويه. كنخرجوهم كندهنوهم بداك البيض اللي شاط لينا من العبار باش سيبنا لاباط. غنبقاو ندهنوهم ونعاودو ندخلوهم يتحمروا باش بحال كتشمع، ولا درنا فيها شي كريمه ولا شي حاجه ما تشربهاش لا دار تبقى هشيشه. هما هنايا من بعد ما دهناهم البيض، حنا خرجناهم عاودوا تحمروا مزيان. كيف ما كتشوفوا كتجي ملمعه هنايا، يعني حتى الا درنا شي كريمه ما غاديش تشربها، غتبقى لا طارت عندنا هشيشه، ودوك الكريمه كتبقى حتى هي ما كتشربش في لا طارت. تنعمروها